السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتكم انشغالات امرأة جزائرية. كما راكم تشوفوا جبت لكم تصدير وعرس الدي جي دي هي اللي كان قبل العيد، لكن انا حبيت نحطهم مول العيد هكا العرايس اللي راهم معانا يدوا بعض الافكار في التصدير في الميك اب اللي راه طوندونس تاع 2023. كما راكم تشوفوا دارت المكياج وتسريحة الشهر عند شاناز بيوتي اللي كنت حطيت لكم فيديو عليها، وراني حاطه في صندوق الوصف الصفحة ديالها والرقم الهاتف اللي حبيت تخدم عندها. كما راكم تشوفوا هذا اللوك اللي درتو دي هي اللي خرجت به من دار باباها. هي كما على بالكم خرجت بالزي القبائلي، بما انه هي قبيلية طبعا راح خرجت بالزي القبائلي اللي جاها ما شاء الله. ومع بعض اللوك الثاني كي نشوفوا خيط الروح طبعا نعرفوا باللي هو الكراكو العاصمي. الكراكو العاصمي تاعي هي كان من عند المشطة دولوكس. طبعا الكراكو ما نقدروش نستغناو عليه في التصدير، يزيد شان وهمه. كما قلت لكم هذه هي المشطة شاناز بيوتي عفوا، اللي كانت هي اللي دارت التسريحة والميك اب اللي هي. طبعا حنخلي لكم رقم الهاتف ديالها في صندوق الوصف. كما رانا نشوفوا الزي القبائلي اللي كان درتو في التصديره. اللوك الاول تاع الزي القبائلي كانت خرجت به هي، لكن هذا درتو في التصديره ديالها. كما نشوفوا نروحوا للوك الثاني. كما نشوفوا يعني كامل تصديرتها كانت بالشان وطبع تسريحة الشعر ما شاء الله، الميك اب تاني ما شاء الله. نقولوا لها ألف ألف مبروك إن شاء الله، والعاقبة كامل العرايس اللي راهم معانا إن شاء الله يا ربي. كما قلت لكم هذه هي لاغوب كابيل اللي خرجت بها دي هي. كما نعرفوا الناس العاصمة يخرجوا بالكراكو، كل واحد يعتمد على الزي التقليدي ديالو في الخرجة تاع العروس. هذا هو الزي القبائلي اللي خرجت به هي، وهذا الميك اب وتسريحة الشعر. ان شاء الله العرايس اللي راهم معنا يدوا بعض الافكار. كما راكم تشوفوا هذا الزي القبائلي كان تاني من عند الماشطة دولوكس. والميك اب والتسريحه كما قلت لكم كان من عند شاناز بيوتي. كما رانا نشوفوا ميك اب الباربي اللي راه طوندونس هذا الصيف، هم يعتمدوا بزاف فيه العرايس. كما رانا نشوفوا حاجه شابه وسامبل. كما على بالنا من اللي حضروا عرس دي هي كانت منى الحدري اللي دارت حالة في العرس. كما رانا نشوفوا
كما على بالنا زمان كانت تسريحه واحده ومكياج واحد نديرو به كامل التصديرات تاع العروس، لكن مؤخرا عادوا كل تصديره عندها ميك اب وتسريحه شعر خاص بها. سيليا مبروك عليك نسر. الله يسلمك. متعذرة ما شاء الله. جميل ان شاء الله. نقول لكم الف الف مبروك. هذو بعض تقديمات العروس كما راكم تشوفوا. اللي حبت تدي اي فكره ولا اي حاجه من هذوما وحبت تخدم حاجه كيما هذو، ما عليها غير تخلي لي التعليق وانا راح نطاقي الباجا اللي تخدم فيهم. والان نروحوا للكراكو العاصمي اللي كان من عند المشطة دولوكس كما كنت سبقت وقلت لكم. كما رانا نشوفوا فيه حاجه بالشان وطباع على كولور ديالو شباب بزاف كما رانا نشوفوا فيه. هو كراكو العاصمي اللي اعتمدت به هي في تصديراتها ما شاء الله. بقاو دائما على الامبيونس اللي دارتها منال الحدلي في عرس الدي جي دي هي كما رانا نشوفوا مع بعض. اما بالنسبه للجبه او لا غوب كابيل اللي لبستها منال اللي حبت وحده كيما هذه تحط لي تعليق وانا راح نحط لك الصفحه اللي تبيع فيهم ان شاء الله في التعليق. الآن نشوفوا الصالة وبعض التقديمات اللي كانت حطتهم كما رانا نشوفوا فيهم. كل حاجة كانت بالشان وطبع. أما بالنسبة للزي الشاوي كما رانا نشوفوا فيه حاجة تاني شابة بزاف دارتها. كما رانا نشوفوا كاين اختلاف بالنسبة للزي الشاوي اللي درتو اللي هي. كملوا مع التصدير دي هي كما شفتوا الشاوي. تحياتنا كامل الناس الشاوية اللي راهم معانا. وتسريحة أخرى كما رانا نشوفوا. القفطان تاني كان حاجة شابة كما قلت لكم من عند المشطة دولوكس. كما راكم تشوفوا هذا الكيكه كما كتشوفوا صاحبه الصفحه راه مكتوب من الفوق اللي حبت دير وحده كما هذه في عرسها طاقي هذا الصفحه. هذا كان من تقديمات العروس يعني كانت ما شاء الله صالة يعني ما شاء الله كل حاجه بالشنو طبعا. هذا بعض من مأدوبات العشاء اللي كانت دارتها دي جي دي هي في عرسها.
شاء الله تكونوا خذيتوا بعض الافكار بالنسبه للعرايس اللي راهم معانا. ما شاء الله نقول لها الف الف مبروك. دائما مع هذه الاجواء. ان شاء الله العرايس اللي راهم معنا ان شاء الله تكونوا اديتوا افكار، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. نبقاو دائما مع هذه الاجواء تاع التصديره والعرس تاع ادي تجي هي كيما رانا نشوفوا. نقولوا لها الف الف مبروك. ربي يكمل عليها ان شاء الله. والان نروحوا مع بعض الصور لتسديرة الديتشي اللي هي نبداو بالكراكو العاصمي اللي كنت قلت لكم باللي هو من عند الماشطة دولوكس. الآن الزي القبائلي هادو كامل من عند الماشطة دولوكس. كما رانا نشوفوا حتى كما قلت لكم الميك اب من عند شاناز بيوتي. وبهذه الصور نكون كملت الفيديو تاع اليوم. نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وشكرا على المتابعة. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. شكرا.